بعد شغل 3 سنين للوحش ده معايا سواء في البيت او في الاستوديو، من 3 سنين فرمت فيه الازاز والمانجا ببذرها وما كنتش متخيل فعلا ان هو هيقدر يفرمهم، بس فرمهم بكل سهوله. انا جاي النهارده بعد 3 سنين هجرب الاختبار واشوف فعلا قدرته هل قلت او اتاثر بعد كل الشغل ده ولا هيفرم معايا المانجا، وهنزل بيهم في الخلاط كده على طول. بسم الله. خليهم 3 بس، المانجا ببذرها. ومش كده وبس، هنزل معاهم كمان بمكعبات تلج. هنزل معاهم كمان بس بشويه ميه كده علشان نمشي الخلاط. حاجه بسيطه جدا ونقفل. مش عارف هيتقفل ولا لا. اتقفل. بسم الله. نحاول نعدل المانجايه اللي في النص دي. ده فرم المانجا ببذرها بالتلج. شايفين يا جماعه؟ ما شاء الله بعد 3 سنين نفس الاداء القوي من خلاط رافال. فرمنا المانجا ببذرها. شايفين؟ بأمانة ربنا ومش كلام دعاية، الخلاط ده وحش فعلا زي ما انتم شايفين. بعد 3 سنين ونفس الاداء القوي بتاعه، خلاط رافال ده، غير ان الدرق بتاعه ده ضد الكسر. ما تقلقوش خالص. يعني قيمه مقابل سعر. بيتباع فين؟ بيتباع من خلال صفحه سوق المطبخ، هسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق. شكرا لكم جدا، تحياتي ليكم.